عاجل. أول تصريح ورد من اللاعب سفيان رحيمي على المدرب وليد رجراجي بعد عدم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب للمونديال. خرج نجم نادي الرجاء السابق سفيان رحيمي في أول تصريح إعلامي له ورد على قرار المدرب وليد رجراجي بعدم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب التي سيشارك بها في مونديال قطر 2022، ويزلزل المغاربة بهذا التصريح الغير متوقع. وإليكم باقي التفاصيل. تفاجأ واهتز المغاربة والمدرب وليد رجراجي قبل قليل بتصريح اللاعب المغربي سفيان رحيمي كأول رد له على قرار المدرب وليد رجراجي، والذي اختار عدم ضمه في تشكيلة المنتخب المغربي للمونديال، والتي أعلن عنها يوم الخميس الماضي. وضمت هذه التشكيلة مجموعة جيدة من اللاعبين، من بينهم حكيمي وزياش وعبد الرازق حمد الله، فيما غاب عنها مجموعة من اللاعبين المميزين، من بينهم اللاعب سفيان رحيمي نجم نادي الرجاء الرياضي المغربي سابقا، ويلعب في جناح نادي العين الإماراتي حاليا. وحسب ما نقلت العديد من الصفحات الإخبارية، فإن اللاعب سفيان رحيمي خرج قبل قليل في أول رد وتصريح إعلامي بعد الإعلان عن تشكيلة المنتخب المغربي للمونديال التي أعلن عنها المدرب وليد رجراجي قبل أيام. وحسب ما نقلت نفس المصادر، فإن رحيمي صرح أن السبب الرئيسي وراء عدم اختياره ضمن تشكيلة المنتخب هو كونه من عائلة فقيرة، وهذا ما شكل صدمة للمغاربة، ولقي تضامن وتعاطف من الجماهير المغربية له، خصوصا جماهير نادي الرجاء الرياضي.